السلام عليكم يا جماعة، كيف انتم؟ كيف حوالكم؟ بالنسبة للموضوع حق أحمد الزوكي، الأخ الذي قام بقتل شخص اغتصب أخته الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة، اغتصب أخته وحبسوه 6 أشهر وخرجوه. حبسوه 6 أشهر وخرجوه، وجاي يشاغل الأخت مرة ثانية يحاول اغتصابها، وأخوها قتله. أحمد الزوكي قتل هذا الشخص اللي اغتصب أخته. فالمصيبة اللي حصلت ما هي انهم حكموا عليه بالاعدام عشان دافع عن شرفه. اعدام؟ مش قالوا الايمان يماني والحكمة يمانية؟ اين الحكمة في انه تحكم بالاعدام على شخص غسل شرفه، غسل دم واحد، هتك عرضه وعاره؟ اعدام. طيب المغتصب ذا اخذ 6 أشهر على اساس ايش؟ على اساس يكون يطلع ويغتصب واحدة ثانية ويرجع يحتبس 6 أشهر، ويطلع وفي واحدة هكذا في نفسه واغتصبها ورجعوا حبسوه 6 أشهر. ذي القضاء، وين الحكمة؟ وين الحكمة في القضاء ذي؟ لا، والقاضي مصدق انه حكم ذي عادل؟ مش قالوا اي حدا يهتك بيتك، ارضك، حاجتك، انه حق لو قتلته، انه حق لو قتلته. مش الشهيد بيدافع عن نفسه، عن بلده، ويقتل ويموت ويقولوا شهيد لانه دافع عن عرضه وبلده وبيته وحلاله؟ هذا دافع عن اخته، دافع عن اخته الذي ما قدرت تدافع عن نفسها. قلت لكم من ذوي الاعاقات، هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، واعتقد كلنا قد شفنا صورها وشفنا الموضوع. يعني الحكم بالله يطلع اعدام؟ ما لو قد حكم على احمد الزوكي بالاعدام، اقسم بالله لا عاد ايمان يماني ولا حكمه يمانيه ولا قبيله ولا شرع ولا عرف ولا نخوه ولا شهامه.